ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخر الشهر بقى والمصروف خلص. تعالوا نعمل اكله اقتصاديه ومغذيه هتكلفك اقل من 20 جنيه. الوجبه دي كلها هنعملها في طاسه واحده، مش هتحتاجي تعملي جنبها غير شويه بطاطس محمره، ويبقى عندك الطاسه القمر دي. يلا نشوف بقى الطريقه معانا. بس لو اول مره تشوفيني، انا مروه، اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناه مطبخ مروه، عشان يجيلك كل جديد. بصوا الجمال، بصوا الجبنه السايحه النايحه دي. يلا بينا بقى نشوف الطاسه القمر دي بتقول ايه. عندي كده بدنجان رومي. عندي واحده حوالي كده اقل من ربع كيلو شويه، يعني زي الحجم اللي قدامك ده. طبعا الكميه انت هتعمليها على حسب ما انت عايزه. الكميه اللي انا اقولك عليها دي هتكفي 4 افراد. هنقطع البدنجانيه ديت مكعبات. هنغسلها الاول كده من بره، وهنقطعها مكعبات كده. معايا مكعبات صغيره. تمام كده الحجم دوت. بعد ما قطعناها وخلاص خلصناها، هنركنها على جنب كده، وهنجيب عندي طاسه. بصي في المرحله دي يعني جيبي طاسه تكون يعني مش لاصقه، طاسه غير لاصقه، يعني تكون عندك طاسه تيفال. انا دي كانت متاحه عندي بس كانت كويسه شغاله يعني. ماشي، هجيب طاسه كده عندي واحط فيها شويه زيت، وهبتدي كده ان انا اشوح البتنجان او زي اديله تحميره كده، ان هو يستوي معايا في نفس الوقت ياخد لون حلو. بعد ما الزيت يسخن معايا كده، هنزل بالبتنجان بعد ما قطعته. تمام، هنزل كده بالبتنجان معايا فيه، وهفضل اقلب فيه كده واديله تشويحه. طبعا البتنجان اول ما انزل فيه كده هيمتص الدهون كلها معايا. البتنجان زي السفنج كده بيمتص الدهون، فزودي شويه زيت تاني وهو هيبقى تمام معاكي يعني. لو عندك زيت زيتون في المرحله دي وحابه ان انت تحطي، تمام. ما عندكيش عادي اي زيت. هبتدي بقى ان انا اشوح البتنجان كده لحد ما ياخد معايا لون كويس او تحميره كده، وهبتدي ان انا اطلعه من الزيت. هديله بهارات وملح وفلفل اسمر، وهفضل كده اقلب فيه لحد ما يتحمر معايا. الطاسه دي يعني اعمليها وانت قرب الاكل كده، علشان خاطر بتبقى عايزه تنزل تتاكل على طول. تمام، بعد كده ما اتحمر معايا البدنجان، بصوا طبعا هو كش، الكميه بتاعته قلت معايا. بعد كده هبتدي ان انا اصفيه من الزيت ده، عشان انا هشتغل الشغل كله في نفس الطاسه. الزيت اللي اتبقى دوت هشتغل عليه بقيه المكونات. تمام كده لحد دلوقتي. طيب الماده الدهنيه دي لو حابه، لو هي شويه معاكي زودي شويه كمان. لو تمام، حطي بقى عليها بصلايه متوسطه متقطعه صغير، وهبتدي اشوح فيها لحد كده لما تدبل معايا. هنزل عندي فلفلايه رومي متقطعه برضو مكعبات، وهنزل بيها كده لحد لما الاتنين يتبلوا معايا. على فكره اغلب المكونات دي هتكون موجوده في البيت، يعني انت حتى ممكن ما توصليش ان انت تكلفيها 20 جنيه. هي فلفلايه رومي بتبقى موجوده في التلاجة مع بصلايه مع طماطمتين، كل ده موجود. هنحتاج بس ان احنا نجيب البدنجان ونجيب البيض، فمش هتكلف يعني. عندي هنا طماطمتين طريين شويه، بشرتهم. محتاجه الميه اللي تكون موجوده فيهم دول، يعني حاولي نقي الطماطم اللي تكون طريه كده وفيها ميه. انا الطماطم اللي كانت موجوده عندي ما كانتش طريه او ولا فيها ميه، فزودت في الاخر حوالي نص كوبايه ميه. هقلب فيها بقى كده وهستناها ان هي زي تتسبك كده معايا. لو الطماطم عندك طريه او عايزه تقطعيها مربعات كده او مكعبات، قطعيها. بس انا بفضل ان انا ابشرها عشان خاطر تدي لون معايا حلو. هبهر بقى الصلصه دي معايا بملح وفلفل اسمر وبابريكا، وهقلب فيهم كده. طبعا الطماطم كانت هنا عندي فاتحه شويه، فالبابريكا هتديها لون كويس، مع ان انا هديها نص كوبايه الميه دي، فهتظبط الكلام يعني. تمام، بعد ما انا لقيتها اتسبكت معايا، هجيب الهراسه كده وههرس المكونات دي كلها مع بعضها. لو ما عندكيش هراسه، بالشوكه كده وهرسي فيها لحد لما المكونات دي كلها تمتزج مع بعض. لما بهرسها كده بتدي تست حلو قوي للاكل، يعني بتخلي المكونات كده ريحتها تطلع وبتدي طعم حلو. هعمل المرحله دي بعد ما الطماطم تتسبك معايا.
وبعد كده هنزل عندي هنا بفصين من التوم. بعد ما هرسهم هنزل بفصين من التوم وهقلب فيهم لحد لما الريحه بتاعتهم، ريحه التوم كده تطلع معايا. هنزل بقى عندي بالبتنجان. كده بعد ما ريحه التوم طلعت معايا زودت حوالي نص كوبايه ميه زي ما قلت لكم. انا عايزه الخليط يكون فيه نسبه سائل كده شويه. بعد كده هنزل بقى عندي بالبتنجان وهديله بقى تقليبه كده مع بعضه. كده كده البتنجان مستوي وكل حاجه، بس انا حابه ان البتنجان يتشرب معايا من الطماطم كده عشان يدي طعم. وبعد كده عندي حوالي كان عندي شويه زيتون كده موجودين في التلاجة، حطيتهم. لو مش موجودين مفيش مشكله، بس هما كانوا موجودين عندي، بس ادوا طعم حلو برضو للاكله يعني. هما كانوا حتى حبه صغيرين، قطعتهم كده صغير وبعد كده حطيتهم. موجودين تمام، مش موجودين خلاص مفيش مشكله. بعد ما هقلب بقى عندي كده المكونات دي مع بعض، عندي 4 بيضات. هبتدي انزل بيهم كده بيضه بيضه، واحده واحده كده. هوسع فراغات كده عشان انزل بيها بالبيض. هي مقربه شويه للشكشوكه، بس كده ايه يعني، البتنجان مع الطماطم مع الفلفل وحاجات بيدوها تست حلو كده، ان انت تعرفي تغمسيها بتدي طعم جميل. هنزل بقى عندي بالبيض، والبيض طبعا انت حسب الكميه اللي انت عايزه يعني تستخدميها. انا في الوصفه كده هنا دي هنزل عندي ب4. دول بيكفوا بيكفي 4 افراد كده الطاسه دي على بعضها. هبتدي ارب البيض كده من على الوش بحيث كل المكونات تبقى مع بعضها كده متجانسه. وهنزل عندي بملح وفلفل اسمر على وش البيض من فوق، وهغطيها وهسيبها لحد ما تستوي معايا. هوطي عليها واغطيها واسيبها لحد ما تستوي معايا. استوت معايا وبقت قمر كده، بصوا الجمال، جميله. طيب انا عندي في المرحله دي انا هنزل بموتزاريلا عندي، لو هي متاحه عندك تمام، مش متاحه مفيش مشكله. الوصفه من غير الموتزاريلا ممكن تكلف معاكي حوالي 14 جنيه. الطاسه دي كلها بالموتزاريلا هتخش لها في حوالي 20 جنيه او يمكن اقل. فطبعا ليكي حريه الاختيار في المرحله دي، بس الموتزاريلا بتدي تيست وطعم جميل جدا. هنزل بالموتزاريلا وبعد كده هغطيها، مش هتاخد دقيقه وهتكون ساحت معايا وبقت جميله كده. يا دوب بس تسيح معايا هنزلها يا دوب على الاكل على طول. تمام، بس كده بقت جاهزه معايا وبقت تحفه. حمرت معاها شويه بطاطس. كان عندي شويه بطاطس مهروسه وشويه فول بالصلصه، حطيتهم جنبهم كانوا موجودين. اما ما كانوش موجودين، لو مش موجودين عندك شويه بطاطس محمره جنبها، وهي مغذيه ومتكامله كده مع بعضها، هتعجبك جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. جربي الوصفه دي هتعجبك جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبك، وزي ما قلت لكم شويه بطاطس محمره جنبها، وبألف هنا.